السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بيكم في قناة انجليزي تاني مع زياد نصر. لسه مكملين مع سنة تانية ابتدائي شرح منهج كونكت. خلصنا الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث من الوحدة الاولى. ان شاء الله النهاردة علينا الدرس الرابع من الوحدة الاولى. الدرس الرابع بتاعنا النهاردة اسمه لايف سكيلز. لايف سكيلز مهارات حياتية او حاجات بنعملها في حياتنا كل يوم. السكيل اللي معانا النهارده او المهاره اللي معانا النهارده هي اسمها helping people او helping others. هي مساعده الاخرين. ازاي بتساعد الناس؟ ازاي بتساعد عيلتك؟ ازاي بتساعد معلمك؟ يلا نشوف المهاره اللي معانا النهارده اسمها ايه. لما اجي النهارده عايز اقول لك انا بساعد عائلتي. I help my family. طيب انت بتساعد عيلتك امتى؟ انا بساعد عيلتي في الصباح. I help my family in the morning. I help my family in the morning. انا بساعد عيلتي في الصباح. طب بتعمل ايه علشان تساعد عيلتك في الصباح؟ I make my bed. I make my bed. انا برتب سريري. يبقى تاني كده اول مهارة معايا اسمها ايه؟ I help my family in the morning. I help my family in the morning. انا اساعد عائلتي في الصباح. I make my bed. I make my bed. انا برتب سريري. يبقى اول حاجة بتصحى الصبح بتساعد عيلتك بترتب سريرك. خد بالك بقى ان make my bed. make my bed يعني ارتب سرير. يلا نشوف المهارة التانية اللي معانا ايه. I help my family in the afternoon. I help my family in the afternoon. انا اساعد عائلتي في الظهيرة يعني بعد الظهر. طب بتساعد عيلتك ازاي بعد الظهر؟ I clean the house. I clean the house. يعني انا انظف المنزل او انظف البيت. يبقى clean the house يعني انظف المنزل. طب اساعد عيلتي يعني ايه؟ I help my family. I help my family. طيب بتساعد عيلتك في المساء؟ I help my family in the evening. I help my family in the evening. انا اساعد عائلتي في المساء. طب بتساعد عيلتك في المساء بتعمل ايه؟ I wash the dishes. I wash the dishes. I wash the dishes يعني انا اغسل الاطباق، بغسل المواعين يعني. يبقى عندك دلوقتي بتساعد عيلتك في الصباح بتعمل ايه؟ بترتب سريرك. بتساعد عيلتك في الظهيرة بتنظف المنزل. بتساعد عيلتك في المساء بتغسل اطباق. طب ممكن تساعد معلمك او مدرسك في الفصل. I help my teacher at school. I help my teacher at school. انا بساعد معلمي في المدرسة او معلمتي في المدرسة. طب بتعمل ايه عشان تساعد معلمتك في المدرسة؟ I tidy my classroom. I tidy my classroom. انا ارتب فصلي. tidy my classroom يعني ارتب فصلي. يبقى انت النهارده عندك 4 life skills. عندك النهارده 4 مهارات حياتية. تعال نعيدهم تاني مع بعض. اول مهارة عندنا I help my family in the morning. انا اساعد عائلتي في الصباح. I make my bed. انا ارتب سريري. يبقى دي اول واحدة. تاني واحدة I help my family in the afternoon. انا اساعد عائلتي في الظهيرة. طب بتعمل ايه؟ I clean the house. انا انظف المنزل. طيب I help my family in the evening. انا اساعد عائلتي في المساء. طب بتعمل ايه؟ I wash the dishes. I wash the dishes. طيب انا اغسل اطباق. المهارة الأخيرة اللي معايا النهاردة اسمها I help my teacher at school. I help my teacher at school. أنا أساعد معلمي في المدرسة. طب بتعمل إيه عشان تساعد معلمك في المدرسة؟ I tidy my classroom. I tidy my classroom. أنا أرتب فصلي. يبقى دول الفور سكيلز اللي معانا النهاردة. طب النهاردة كمان في الدرس ده ممكن نتعرف على بعض الكلمات الجميلة جدا زي كلمة glasses يعني نظارة. glasses. glasses. خلي بالنا نظارة تعامل معاملة الجمع. لما تيجي تتكلم عنها تقول these are glasses. these are my glasses. طيب كمان عندي كلمة شكرا لك اسمها thank you. thank you خدناها قبل كده thank you. عندنا كمان جاكيت اسمه jacket. jacket. خلي بالك من حرف الجي ما تقولش ما تقولش جاكيت اسمها جاكيت. تحس ان في حرف الدال بيتقال في الاول كده jacket. jacket. طيب عندي كمان كلمة جديد يعني new. عندي كمان كلمة يقدم حد يعني اسمها introduce. يعني يقدم شخص لآخر. يعني عايز اقول لك مثلا انا اقدم ابي. I introduce my father. I introduce my father. انا اقدم ابي. يبقى كلمة introduce يعني يقدم. introduce يعني ايه؟ يقدم. عندي كمان كلمة ممرضة يعني nurse.
nerd. كمان كلمة جيبة يعني skirt. skirt يعني جيبة. عندي كمان كلمة هيا بنا أو هيا let's. انتهيت اسمها finished. عندي كمان كلمة يريد يعني want. دي الكلمات اللي معايا النهارده اللي في الدرس الرابع من الوحدة الأولى شرح منهج كونكت الصف الثاني ابتدائي. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. ولو حابب تنضم لجروب الفيسبوك هتلاقيني سايب لك اللينك بتاع الجروب في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.